يا صباح الخيرات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده بقى ان شاء الله بقى بصوا معانا فيديو كده خفيف، لا ترويق ولا تعب ولا اي حاجة. شوفوا بقى، انا قبل كده كنت عملت لحمة بالبرتقال، جربتها مرة كده فعجبتني قوي، فقلت ايه اعملها معاكم. انا بقى قلت ايه اما اخد معاكم التجربة، ان شاء الله ايه ان شاء الله تعجبكم. جبت بقى زي ما انتم شايفين اللحمة، قطعتها قطع صغيرة، وايه نقعتها شوية بشوية ايه قشر برتقان كده، بشر برتقان. حطيتهم مع بعض كده عشان ايه ياخدوا من نكهة بعض. وحطيتها بقى على النار زي ما انتم شايفين كده، وسبتها ايه لما تخش في السوا، يعني هي استوت كده ايه 3/4 سوا كده. سبتها وبعد كده هعمل ايه، هشيلها بقى من على البوتاجاز وهغسلها عشان انا محتاجة منها ايه. هي كده خلاص تمام. فانا دلوقتي هشيلها وهعمل ايه، وهحطها في مصفى واصفيها واغسلها بميه ساقعه عشان اوقف ايه السوا بتاعها، لاني محتاجه ايه، محتاجاها ان انا اعمل بيها حاجات، يعني هظبطها في صينيه ان شاء الله. هنا بقى هغسل اللحمه احطها في ميه ساقعه زي ما قلت لكم عشان توقف ايه السوا بتاعها. وهنا بقى زي ما انتم شايفين ايه القشر بتاع البرتقال هو اللي تحت. خلاص انا مش محتاجه قشر البرتقال بقى خلاص. انا بعد كده ان شاء الله وانا بعملها هنحط بس دي كده بشر، مسكت البرتقال انا بشرتها. بعد كده بقى هحط ايه، غسلتها زي ما انتم شايفين. هنروح فين بقى، جهزتها اهو. شوف بقى، انا كان عندي قطعت طماطم وكان عندي جزرية كده متقطعة، دول خلاص متقطعين. انا كنت عايزه اعمل خضار كده ايه اقطعه طرنشات كده او شرايح، بس انا ايه فضلت ان انا افرمه. شوفوا بقى، الكبه واخيرا وبعد عذاب اتصلحت، خلاص هي اتصلحت اهي. بشغلها ما اشتغلتش، والله العظيم نفس اصلا هي تعتبر ما اتصلحتش، لان هي نفس برضو الحركه. انا كنت بحط الحاجات فيها وما كانتش بتلف، يعني هي بتلف على الفاضي، شغاله ومش بتلف. زي برضو ما انا يعني رحت بعد كده، بعد ما رحت صلحتها بعدها تاني زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهي، اهي خلاص شغاله بس ما بتلفش، الموتور شغال بس هي ما بتلفش. خلاص بقى اضطريت ان انا بقى ايه اجيب المبشره واشتغل بقى بايه، بايدي. بقول لكم بايظه ما اتصلحتش. جبت بقى المبشرة، بشرت بطاطستين كده وبطاطس، بطاطس وبصل، وقطعت معاهم فلفل اخضر. انا قلت ايه تغيير في الطعم كده، بدل ما نبقى البطاطس صحيحة كده قلت نغيرها كده ونبشر كله، بحيث ايه بقى لما نيجي نجيب العيش كده ونغمس تبقى الحاجة سهلة معانا. بص انا بموت في الاكل بالعيش، انا بحب الغموس، بحب العيش كده يعني بحب النواشف اكتر من الطبيخ. انا بقى خلاص كده قطعت الفلفل، بقولكم هقطع الفلفل كمان وعملت البصل، واخلص بقى كله مع نفسي وارجع معاكم تاني. عاوزه اقول لكم الاول ان الفيديو ده اصلا عندي بقاله ايه، الفيديو ده قديم بقى مثلا بقاله شهرين معايا، وما كنتش نزلته، كان في فيديوهات تانية بتيجي. خلاص كده حطيت بقى كله ببعضه، واخيرا جبت بهارات وخلصت كمان. والله جبت التوابل وخلصت، عايزه توابل تانية. هنا بقى ايه، بصوا بحط بقى كمون، لا كمون ايه، لا اوعوا تحطوا كمون على اللحمه، بلاش قرف، لا 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 اوعوا. ما بحبش اصلا الناس اللي بتحط على اللحوم كمون، يعني ايه كمون ده، ما يجيش على اللحوم خالص، بيضيع طعم الاكل. بحط 7 بهارات اللي هي او بهارات اللحمه يعني، وبحط فلفل اسود، وبحط اسمه ايه ده حبهان، وبحط ملح. هو ده اللي انا بحطه، ده اللي بحطه في الصينيه دي. خلاص كده، والبصل بقى هنسيبه، نزلته هو كمان. تمام تمام، احط زي معلقه سمنه اهو وشويه زيت. حته اللحمه دي انا اصلا بموت فيها، اللي هي بتبقى ملبسه دي، بحب اللحمه الملبسه قوي، ما بحبش اللحمه الحمراء. وبحب في الفراخ الورك، ما بحبش الصدر، ما بحبش اي حاجه ناشفه. هنا بقى خلاص هنحطها على البوتاجاز ونسيبها بقى ايه تعيش حياتها. هاجي بقى هنا شوفوا الدنيا بقى كركبت واتوسخت، فانا هعمل ايه، هجيب بقى زي ما انتم شايفين كده طقم التوابل، هنزل فيه ايه كل البهارات هحطها. هحط كل التوابل في ايه في اماكنها. وبعد كده وحطيت كمان شويه كزبره ناشفه، لما شفت الكزبره افتكرت، وحطيت كمان شويه كزبره ناشفه. يا جماعه كزبره ناشفه بتبقى حلوه مع اللحوم، عن تجربه يعني. هنا بقى ده قشرة برتقان عندي سليمة زي ما هي، نحطها برضو ايه ناخد من نكهتها كده. الريحة كانت جايبة اخر الشارع، والطعم كان رهيب 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 رهيب، طعم كان فظيع.
المهم بقى انا كده خلصت، قلت لكم بقى هروق واغسل، غسلت وروقت الدنيا هنا اهو. شوفوا ظبطت مطبخي وخليته فله زي ما انتم متعودين معايا ان انا بروق المطبخ حواليا. خلاص كده اللحمه خلاص كده شايفين دخلت في السوا. وحطوا كمان معاها ايه، بقول لكم ريحه جميله. وحطوا معاها كمان فصين توم. التوم بيدي نكهه فظيعه في اللحوم. هنا بقى كان عندي شويه دول كده، كانوا شويه رز ايه بشعريه بايتين هنرميهم يعني. سخنته سخنت الرز كده زي ما انتم شايفين. وجبت شويه ميه طبعا عشان ايه هو كان بايت في التلاجة عشان يحركه شويه. وهنسخنه. وشويه زيت كمان. ايوه. هنبص بقى على اللحمه كانت زي القمر. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بقى طبق الطماطم المحترم ده، هنعمل بقى ايه الطماطم كل حاجه طرنشات زي ما انتم شايفين كده اهو. كل حاجه شرايح، احنا عندنا ما قلت طرنشات. كل حاجه شرايح كده. اهو. نحط بقى خل، نحط ليمون، ونحط بقى السبع بهارات، نحط شويه ملح. وايه ونعيش بقى الطبق ده بقى بصوا. انا مشهوره بيه اصلا. انا مشهوره بالطبق ده قوي. تحفه يا جماعه تحفه. الطبق ده جميل جدا. خلاص بقى كده. ايه هركنه بقى لحد ايه ما نروح نشوف ايه بقيه الحاجات. تحفه. ايوه نحطه بقى في الطبق ده كده على بعضه. بعد كده بقى هعمل ايه؟ خلاص كده نلم اشيائنا. هنا خلاص اللحمه كانت معانا خلاص. اهي. كانت خرافه خرافه خرافه. والرز كمان معانا كمان اهو شايفين بيدخن. كان سخن. هروح اعمل ايه بقى كمان؟ هعمل طحينه. طبعا الاكله دي بقى طالما عيش يبقى طحينه. قلت الولد روح يجيب لي ب20 جنيه طحينه. جاب لي البرطمان الصغير ده ملقاش سايبه. هعمل ايه بقى؟ هنحط معلقتين تلاتة كده في الخلاط، حط معاه شويه ميه وشويه ملح وشويه كمون. اه. ايوه الطحينه ادوها كمون طعمها بيبقى حلو بس مش كمون اوفر. يعني رشه كده. هنا خلاص خلصت. لو انتوا عايزين تحطوا توم حطوا بيبقى جميلة برضو، بس الصراحة هي كده طعم الطحينة باين اكتر. وطعمها اخف طبعا شوية خل اكيد يعني ده من الاساسيات الطحينة. التوم لما بتحط في الطحينة بتحس ان انتي بتاكلي توم مش بتستمتعي بطعم الطحينة. عشان كده انا ما بحبش احط فيها توم مع ان انتوا عارفين ان انا مش هاكل توم يعني. بعد كده بقى جبت ايه؟ جبت ده اسمه فحم. علشان ايه؟ علشان افحم بقى الصينية القمر دي. ودي بقى كانت غلطة. طعم البرتقال ما كانش بيعمل فحم. هنا بقى ايه كان عندي زي ما انتوا شايفين جوافة. فانا ايه غسلت جوافة وايه وقلت اما اعمل عصير بقى. قطعت جوافة كويس قوي. وهعملها احط السكر. وشوية الجوافة اللي باقيين دول هعمل فيهم ايه احطهم بقى في الفريزر في الصينية كده. في كيس اهو. والجوافة دي كانت قمر قمر قمر، انا اصلا بموت في العصاير زي ما انتوا عارفين وبحب عصير الجوافة قوي. خلاص كده بقى. كده تمام هحط بقى ايه هحط الفحم. وايه وانفحم الصينية دي بقى. تحفة يا جماعة. والريحة كانت فظيعة جبارة. هنا بقى خلاص تاتا. اللحظة الحاسمة خلصنا الأكل بقى زي ما انتم شايفين. حطيت بقى طبق رز اللي مسخناه. وحطيت اللحمة وده اسمه ايه ده جرجير اللي ياكل. والعيش وطبق السلطة المحترم. والطحينة والعصير. ايه رأيكم بس في الأكل؟ تحفة صح؟ والله طعمه بقى. طعمه كان رهيب رهيب رهيب. شايفين اللحمة بقى أنا بحب اللحمة تبقى كده بقى. اللحمة اللي تتاكل بعيش دي تتغمس دي. بصوا. حدث ولا حرج بقى يعني اهروها. بتبقى طعمها تحفة كده. الطحينة تحفة. الأكل كله كان ما شاء الله جميل والله. كده بقى ايه. كده خلاص. خلصنا بقى غدا واتغدينا والحمد لله. محمد ابن عمي يقول لكم باي. خلصنا كده زي ما انتم شايفين الحمد لله اتغدينا والحمد لله الاكل بقى كان جميل قوي وكان يستاهلكم معانا والله.
ماشي. هنا بقى هعمل الرز ما اتاكلش على فكرة، على فكرة. العيش اصلا يتاكل اكتر، فالرز ما اتاكلش منه غير معلقتين ثلاثة. فكان في موتوسيكل معدي، معرفش بس صوت ولا لا. هنا بقى خلاص خلصت. خلصت بقى ترويق زي ما انتم شايفين، نضفت المطبخ وروقته وخليته زي الفل. وفي بقى ايه، كده خلصت. وفي بقى عندنا محمد ابني جاي من المدرسة يا جماعة بيوريني الرسم بتاعه، فقلت اما اوريكم معايا الرسم بتاعه. بقول له ده ايه؟ قال لي الشمس الصفرا دي وده بيت. قلت له ده بيت ولا هرم؟ ما علينا. قلت له ايه الازرق ده؟ قال لي حمام سباحة. ايه اللي جاب الحمام السباحة جنب البيت؟ ما علينا. وقال لي بدل ما قلت سيب الحتة الفاضية دي قمت ملونة اخضر. قلت له كتر خيرك. قلت له خدت كام يا محمد؟ قال لي 10 على 10 في الرسمة دي. مش مصدقة نفسي. يلا باي، سلام.